السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا بحب النهاردة الروتين في اوضة النوم. نبدأ كده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا شايفين الأوضة مكركبة ازاي. فابتديت الاول اشوف الهدوم اللي على الشماعة، ايه اللي مش نضيف فاطلعه، والنضيف ارجع ارصه تاني. بيبقى مثلا اتلبس، دي كلها هدوم جوزي، اتلبس ونزل بيه مثلا مرة ورجع تاني، فهيلبسه مرة وبعد كده خلاص يتغسل بقى. فمش بعرف ان انا مثلا هو نزل بيه بدل ما طلع من الدولاب ما يدخلش الدولاب تاني عشان الريحة وما يخليش الدولاب ريحته وحشة. نشيل بقى الفرشة اللي على السرير دي. طبعا الأوضة دي اصلا احنا مش بننام فيها، فمش دايما تلاقيها متبهدلة. هو على قد ان احمد بس يكون بيلبس فيها وهو نازل على الشغل، بيلبس وهو رايح في حتة كده، اما ما بننامش فيها ولا بندخلها اصلا غير هو لللبس كده بس. دلوقتي بقى شلت الفرشة اللي على السرير وننفض الشباك. ماما عاوزة اتكلم، قول ايه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حاجة عن راح الناس. دلوقتي بقى انفض كده، اخد بقى معايا دلوقتي انا بمسح التراب بس من على الكومودين ومن على الفرشة وكده، ونفض الدولاب. بشيل بس التراب من عليها، اي حاجه كده التراب بس، وفي الاخر بقى نلمع عشان نلمع على نظافه، مش يبقى التراب يجي عليه مثلا الملمع وكده فيبهدل الدنيا. لا، ننفض التراب الاول وبعدين نلمع بقى. نفض السرير، نعدل الكفر كده، نمسح بقى. طبعا برضو مسحت الكومودين والحته في حته من تحت كده زي كيرف كده من تحت، مسحته كده بس طبعا مش عرفت امسحه معاكم علشان خاطر بوطي وكده ومش هتنفع، فهنا مش هكون باينه قوي فصورت لكم وانا بعمل. برضو التسريحه نفس النظام، فيها نفس الكيرف ده وكده وعملتها. وهنا بقى الدولاب اللي هو في التسريحه ده. ننزل بقى ننزل الحاجات اللي فيه، ونمسح بقى رف رف كده، والحاجة اللي خلصانة كده نطلعها ونلمع بقى وكده. بصراحة الضرفة دي بتبقى حلوة، ان مثلا تبقى حلوة ان مثلا ايه، مش مخليه حاجات متكركبة كتير في التسريحة وكده. وانا طبعا ما بعرفش احط حاجة على التسريحة من فوق علشان خاطر الاطفال وكده. ليه كده؟ ليه زعلان؟ ليه مش تزعل؟ السيد اهو بيشارك معايا بقى وبينظف. قول له شاطر يا سوسو عشان يعمل مع ماما كل حاجة. السيد ده شاطر، بيعمل معايا كل حاجة. باي. دلوقتي برضو اللي هي الحتة المفتوحة اللي في التسريحة دي، حاطة فيها الجهاز بتاع الجلسات بتاع الأطفال، بس أنا مطلعاه دلوقتي عشان كنت بعمل بيه اليزن وحاطة فيه المكوى وكده، فبمسحه بقى. بصوا التسريحة دي لها ستانلس كده زي اللي في الدولاب بس مخلوع. لو حد يعرف المادة اللي هو بيتلزق بيها يقول لي، ويقول لي اجيبها منين. خطيبة منى. رايح خطوبة منى؟ امتى؟ بكرة ولا امتى؟ بكرة. ماشي، عقبال خطوبتك يا رب. لايك كده بقى بمسح الحاجات اللي فوق التسريحة دي والمراية، كل حاجة كده قدامك بالفوطة امسحيها. مش هتاخد معاكي وقت ولا هتاخد معاكي مجهود، طول ما انت ايديكي في الحاجة مش هيكون. حتى لما نيجي مثلا نمسح بقى ونعمل وننفض لرمضان والعيد وكده مش ياخد معانا وقت، هو بس ايه،
نجيب من تحت السرير كده، والحاجات اللي هي تحت السرير نمسحها وكده، ونمسح تحت السرير وخلاص. اما يكون كل حاجة حلوة، هو بس نمسح الحيطان مش عارفه كمان مش يبقى فيه كركبة كتير. دلوقتي بقى بمسح الازاز بقى بالملمع، مسحته مرة من التراب، نمسحه مرة بقى بالملمع كله مرة واحدة كده، مش هياخد معانا وقت ولا هياخد معانا مجهود ان شاء الله. كده بمسح بقى اللي هي الظهر بتاع السرير بملمع الخشب، ونمسح بقى الكومودينات وكده. انا على فكرة مش حاطة على الكومودين وابتدى اباجورة، علشان خاطر هو الأوضة فيها شغل كتير، فانا عندي الاباجورات بس مش حبيتها، شلتها تاني، مش حباها. كده بقى نشيل السجاد وننفض. نفض بقى المشايات ديت ونطلعها بره عشان نكنس الأوضة ونمسحها بقى، وعشان تبقى الأوضة على سنجة 10. عايزاكم بقى تشجعوني وما تنسوش اللايكات والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتسيبوا لي كومنت حلو منكم وانا هاجي وعلى اليوتيوب كذا مرة خلاص بقى. وهمسح المراية كده. انت بتيجي على اليوتيوب وانت بتمسح المراية كده؟ شاطر، انت شاطر اصلا، بتساعد ماما. كده بقى نكنس الأوضة كلها. نكنس الأوضة ونشوف بقى ايه، نجيب بقى من ورا الكومودين وكده، والمكان اللي هو فيه الشماعة بتاعت الهدوم دي. نجيب بقى من تحت التسريحة كده، وأي تراب قدامنا كده نجيبه. الضرفة دي عندي فاضية، فعشان أنا مش عندي جزامة فبحط فيها الشوزات وكده، أعزكم الله. هنا دول بقى حبة التراب اللي طلعوا من الأوضة، عشان خاطر أصلا إيدينا مش فيها دايما، يعني ايه الأوضة ان أنا عشان خاطر مش بدخلها كتير وكده، فتلاقيني مش بندخلها كتير، فمش ما تلاقيش فيها هلكة. وكمان يعني ايه، هو مرة في الأسبوع كده بنضفها، التنظيفة دي بتدنها عليها الأسبوع كله. انتي لو كل يوم مثلا كل يوم عملتي أوضة نفس اللي يعني مسحتيها وكده، هتدنك بقى طول الأسبوع عليها. كل يوم مثلا أوضة وجنبها مثلا تعدلي الحتة، تنضفي توضبي حاجة كده. طبعا المطبخ كل يوم، بس هو بس البيت مثلا عملتي اوضه الاطفال النهارده، نكدتيها كده وغيرت الملايات وغيرت الفرشه ومسحتيها، فاي اوضه تانية بقى جنبها هتعدلي بس الملايات وكده، وتشغلي المكنسه في الشقه كلها وخلاص على كده. وكل يوم اوضه هتيجي اليوم الاجازه مثلا، انا جوزي مثلا الاجازه بتاعته يوم الجمعه، فبنقعد ما بيبقاش ورايا حاجه غير ان انا اعمل الاكل وخلاص على كده، ويبقى البيت بقى طول الاسبوع نضيف ومش فيه حاجه. عشان انتوا طبعا عارفين قعدة الراجل في البيت ما بيحبكيش انك تهدي وتعملي وتنكتي والكلام ده. هو كده الأوضة، وتعملي بقى توضبي البيت كله حواليها كده، وعندك مثلا غسيل تلميه، غسيل تنشريه، طبعا دوت ولا بد منه، ده ما بيخلص كل يوم. ربنا يدينا الصحة كده والعافية ونقدر ان احنا نعمل كل حاجة في بيتنا، ما نحتاجش لحد يعمل لنا ان شاء الله. وربنا يدينا الصحة والعافية يا رب، يديم علينا الصحة يا رب. كده بقى مسحت الأوضة، حطيت في الجردل حبة مية وكلور وخلاص على كده. لو عندك بقى معطر مسيح، عندك، انا بحب ريحة الفينيك قوي كده، بس ما كانش عندي، اللي موجود بقى يسد وخلاص.
كده مسحنا الأوضة كلها. نفرش بقى السرير. بحب افرش الملايات السادة دي في الشتاء علشان خاطر بتبقى اصلا مش باين شكلها وكده، شكل الملاية وكده، فبفرشها في الشتاء بيبقى عليها اصلا الدفاية عليها رسومات وكده، بيبقى شكلها احسن غير لما تفرشي اللي هي المنقوشة. بنفرشها بقى في الصيف بيبقى مش عليها حاجة، بيبقى شكلها والرسمة اللي عليها كلها باينة. النهارده الجو كان جميل، كان الشمس حلوة وجميل. طلعت بقى اللحفة الصبح كده في البلكونة، وقلت اعمل بقى معاكم الأوضة وكده. امبارح بقى كنت عاملة معاكم المطبخ، فكان المطبخ نظيف، هو بس الأوضة دي كانت بقى لها كام يوم كده مكركبة. فقلت بقى ايه اتنشط كده واقوم اعملها معاكم. المخدة التانية بتاعت الأوضة ديت حطها في اوضه الاطفال جنب انت شفتوها لما كنت بعمل اوضه الاطفال جنب الحيطه كده، عشان المكان ما يزن بينام الحيطه مش تدخل عليه سقعه. ما تنسوش يا جماعه اللايكات والكومنتات، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا اي فيديو جديد انزله تشوفوه على طول. وطبعا انتوا معايا بقى، مش هقول لكم بقى مش تنسوا اللايكات والحاجات دي، واللي بيحبوني بقى يعملوا لي مشاركة على الفيس عشان كل اصحابهم يشوفوني ويدخلوا على الفيديو ويعملوا لي مشاركة ولايك وكومنت حلو منكم. كده بقى لمعنا البف اللي قدام السرير والدولاب اهو بالملمع الخشب، والاوضه بقت زي الفل الحمد لله يا رب. احنا طبعا بقى ايه ادينا في الشقه كده على طول، علشان خاطر يوم ما يكون مثلا ورانا مشوار مش عارفه ايه، نبقى نقوم نرتب الحته كده بسرعه وننزل. دلوقتي اتعورت حته تعويره الحمد لله ان هي جت على قد كده بجد. اللي عندها ستانلس زي كده في الاوضه تخلي بالها، لان الاستانلس طالع كده شويه عامل زي السكينه، فالحمد لله ان هي جت على قد كده. كده نفرش السجاده اهو دخلناه. بقت الاوضه زي الفل. شجعوني بقى بكومنتات كتير، ومش تنسوني بالله عليكم في الكومنتات، وسيبوا لي بقى تعليق على الفيديو على اليوتيوب علشان خاطر تشجعوني. يلا كده الفيديو بقى خلص، دخلنا بقى اللحاف وكده وباي. ماما لا السيد هنا بقى وترني وبحسب الفيديو خلص ورجعت لكم تاني اهو. هنعمل بقى اكله سريعه اخر اليوم، هنقلي بطاطس ونعمل كبد وقوانص. ناخد بقى القوانص الاول نشوحها بمعلقه سمنه وحبه فلفل اسود، وناخدها تشويحه كده ونحط لها بق ميه صغير تشربه، ونروح حاطين الكبد، عشان طبعا عارفين ان القوانص بتاخد وقت اطول من الكبد. اقطع عليها بصلتين كده وقرن فلفل حامي. شايفين طبعا السيد مزهقني، ربنا يديني الصحة والعافية يا رب، ويهديهولي يا رب، ويهدلنا عيالنا كلنا يا رب. كده هو برضو الفيديو بيخلص وكده الحمد لله، ويومنا خلص على كده، ومستنياكوا بقى تعلقولي، ومستنيه حاجات حلوة منكم وكلام حلو منكم يشجعني. يلا باي بقى.